النهارده نعمل ممبار. مين اللي يعمل ممبار معانا النهارده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وهقول لكم ايه هي مواصفات الممبار اللي تشتريه وازاي تنضفيه، ولو حتى 50 كيلو ممبار في اسرع وقت واقل مجهود. وكمان هقولك ازاي تسويه من غير ما يهدر منك رز كتير بحاجة انت كنت بتعمليها غلط. هنقولك عليها النهاردة تصحيها، وان شاء الله باذن الله يبقى احسن ممبار تعمليه في حياتك باذن الله. بس قبل اي حاجه لايكاتكم الحلوه عشان ترفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد من الناس. نبدا الفيديو بتاعنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا شايفين الممبار قدامكم عامل ازاي بمنتهى الجمال. انت اول حاجه بنجيب الممبرايه اللي هي الورد دي، مش البيضه كده المكلحه، لا. الممبار الورد بتبقى طعمها جدا جدا حلو في الاكل، وتحسي كمان لحمتها سميكه تستحمل معاكي في التسويه. دي حاجة. الحاجة التانية انت بتجيبي الممبار ما تقولوش قطعه، يعني هو خليه يوزن الكيلو عقلة واحدة كده ما بيقولوا كده. بصوا شكلها عامل ازاي. بص بقى من ناحيه مواصفات الممبارية، يعني بص خير الامور الوسط. ما نجيبش الممبار الرفيع قوي اللي هتعذبك في الحشوه، يعني هتاخدي يعني الكيلو ممبار ممكن يقعد معاكي ساعتين عشان تحشيه. لا، وفي نفس الوقت ما تجيبيش الممبارية اللي هي تحسي ان سمكها 4 5 سنتي، دي اللي هي تحسي مصارين المصارين بتاعت العيل كبيرة قوي، يعني لا دي برضو هتاخد منك رز كتير جدا، وتحسي ان انت يعني ايه حلقها واسع قوي، يعني هتبقى سهلة وكل حاجة في الحشوة، بس كشكل بعد ما التسوية والتحمير والكلام ده كله مش قد كده. وكمان هتحسي ان الطعم الممبارية مش قوي، يعني انا عايزة احس جلدة الممبارية طعمها ببقي. بص بقى، انا اشتغلت النهارده بالمقوره. إيه، ممكن تجيب عصايه شيش طاووق، ممكن تعملي بمعلقه، اي حاجه. بتاخدي الممباره كده من الطرف بتاعها كده، وتقومي قلباها على وشها كده، او يعني تقلبيها من على جواها كده وتقوم واخده ايه بقيه الحبل بتاع الممبار كله وشداه تمام. وفي الطريقه بقى اللي انت شايفاها دي دلوقتي، بقوم انا قلبه من طرف الممبرايه كده وبالمقوره، وبص بقوم مدخله ده الحبل كله. وممكن تقطعي قطع صغيرة وتعملي بالطريقة دي اسهل للناس المبتدئين. اي عروسة لسه داخلة جديد ولسه يعني من نفسها عايزة تعمل ممبار ولسه مش عارفة قوي، تقطع قطع صغيرة على قد حجم الممبارية اللي هي تحشيها وتعملها بشكل مرتبط. ده دي طريقة ودي طريقة. انا بالنسبة لي بحس لما اكون واخدة الحبل كله ببعضه كده احسن، تبقى دي اسهل لي. بص اوريها لكم تاني ازاي. دي الطريقة بتاعتنا احنا، عشان احنا بقالنا فترة بقى وسنين بقى بنعمل في الممبار ده، فخلاص عرفناه. بناخد بقى الحبل بتاع الممبار كله، باخد طرف صغير من الحبل كده احطه في العصاية او في المعلقة او في المقورة، واقوم قلباه من الجنب التاني كده، واقوم بقى عاملة بص بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الصورة خير دليل. وادخل بقى وش الممبارية جوه كده قلبها، واقوم شادة بقى. عايزة اقول لكم بقى التنظيف حلو في الوقت ده ازاي بقى. يعني قبل ما اطلع الممبارية كلها كده من بعضها كده، اجيب بقى يعني استغل الممبارية كده في سمكها تخين وسميكة كده. ابدا بص بتنزل ازاي، تنزل الزفارة دي كلها ازاي. هسيبها بقى قبل ما اطلعها. بصوا اهي استغل، بصوا تحس الممبارية منفوخة كده فسهلة في التنظيف. بالسكينة بقى وتقعدي تحكي بقى الزفارة دي كلها الممبارية لسه جواها، يعني لسه ما اتقلبتش، يعني نصها بس اللي اتقلب. إيه، فهتبقى سهلة في التنظيف. بصي الممبارية تحس ان هي منفوخة بقى كده، وتبقى سهلة جدا جدا في التنظيف. عايزة اقولك برضو الطريقة دي برضو يعتبر دي الطريقة الاولى في التنظيف، دي اول حاجة. لسه هقولكوا على الطريقتين التانيين بجد سهلين جدا جدا جدا. بص بيطلع معايا بسهولة ازاي. دي الطريقة دي، والممبارية لسه انا مدخلة جواها الجزء اللي هو الوش جوه الممبارية، يعني انا لسه ما قلبتهاش. بص هي كده اتقلبت اهي. هرجع اعمل بقى الجزء ده كده تاني بقى. بصوا عشان دي اخر حاجة بقى، ركزوا يا حبايب قلبي. اه خدت الطرف بس حطيته في المعورة، وبعدين دخلت بقى الوش كله جوه قلب الممبراية. اه ممكن قبل ما تقلبي بقى خالص زي ما احنا عملنا من شوية بالسكينة كده، وتقومي حاكة الحاجات دي كلها.
بصوا الطريقة المهمة بقى اللي انا جايلكوا عليها النهاردة، ده غطا ازازة. انا عملت سخنت مورة على النار كده، ورحت مقورة بيه الجزء اللي قدام ده. ماشي، غطا ازازة حاجة ساقعة، غطا ازازة مية، هو غطا موجود عندنا في بيوتنا كلنا. فبسخنت المقورة، بالنسبة لي سخنت المقورة ورحت فتحها كده من النص كده، مقوراها كده حتة حلوة كده. بصوا الطريقة سهلة جدا ازاي. بصوا مطلعة كمية قد ايه في ثانية. الحاجات دي كلها طلعت في ثانية، لا تحك بسكينة ولا اي حاجة خروب. بس هنعملها بقى مرة واتنين وتلاتة. بصوا عايزاه. بصوا وانت بقى يعني حاطه يعني بتاخدي الجزء الاول بتاع الممبرايه وتنزليها جوه الفتحه بتاعه الغطا الازازه، وتشد من الجنب التاني. طبعا هيديكي تبقى صراحه مزفلطه والكلام ده كله من الزفاره بتاعه الممبرايه، بس انت بتمسكي جامد لحد ما تنزلي كل الزفاره. هتلاقي في حتت كده معصلجه معاكي صغيره، دي تبقى الحته دي فيها دهنه زياده شويه فواقفه. انت بقى حاولي تسويها كده بايديك كده، ترفعيها كده عشان تشد معاكي الغطا كويس. انا طبعا عملت مره زي ما بقول لك، الحته اللي بتحسي ان ممكن تبقى معانا شويه تبقى مليانه دهنه قوي بالزياده دي، فانت بتقعدي بقى برفعي بايديك كده وتشديها كده عشان تمشي معاكي الغطا. وفي نفس الوقت ما تخافيش مش هتقطع المنبار معاكي ولا اي حاجه. هي حتى انا عندي الغطا الازاز ده احسن من السكينه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي وصل معانا لحد اللحظه دي كده. لايكاتكم يا حبايب قلبي بقى، متبخلوش علينا. بصوا نزلت كميه ازاي، مكنتش عارفه الاول اصور يعني صورت بس كان الحاجه مش باينه قوي زي كده. بصوا بتعملي بتاخدي الغطا وتقومي لفاها كده. انا عملتها تقريبا 4 5 مرات لحد ما نزلت كل الزفاره اللي في حبل المنبار. بصوا بقى، بصوا الممبارية حمرا ازاي مش بيضة. يعني الممبارية الحمرا اللي بحبها جدا، سمكتها بتبقى حلوة، يعني جامدة تستحمل التسوية، وطعمها بيبقى حلو قوي. زي ما اقولك هتلاقي حتة. بصوا بنزل الكمية قد ايه. بصوا في ثانية، عايزة اقولك يعني خدنا الحبل في ثانية. بصوا نزلت الكمية قد ايه. برضو مش هنعمل مرة واحدة بس، هتعملي مرتين ومتى لحد ما تلاقي الممبارية نطفت معاكي خالص خالص. انا عندي الطريقة دي صراحة اسهل من السكينة بكتير، لان السكينة انا بعتبرها ممكن تقطع الممبرية، تجرحها ترققها كده. بص، هو انا جايبه كمية كيلو ممبار بس. هنحذف الحاجات دي كلها في الحوض، ما تقلقوش انا حاطه صفايه في الحوض، وده كله هنلمه. بص بقى في طريقه تانية في التنظيف. هناخد حتت صغيره زي ما احنا خدنا في الاول حته حته كده عشان نقلبها، برضو هناخد حته حته عشان ننضفها. دي برضو الناس مبتدئين لسه برضو مش عارفين يعملوا طريقه الغطا، او ياخدوا الحبل الممبار كله ينضفوه كله على بعضه. يعني بص الطريقه دي تعتبر طريقه تالتة كمان، لان احنا الطريقه الاولانيه اللي احنا عملناها لما كنا بنقلب الممبرايه وسبناها وهي بحاجه منفوخه كده، ممبرايه جوه ممبرايه، وقعدنا نشد بالسكينه. تمام، فاكرينها دي ولا نسيتوا؟ ودي الطريقه التالتة التانية بقى اللي احنا عملناها، ان احنا نعمل بالغطا الازازه. ودي تعتبر طريقه مبتدئين بقى سهله جدا جدا، انك تقطع الممبرايه يعني على قد الحجم اللي انت تحشيها، قطع صغيره انت على محتاجاها، وتقلبيها بقى وتنضفيها. دي سهله خالص، بس بعتبر الطريقه دي بتاخد وقت اكتر صراحه. بس حتى لو بتاخد معاكي وقت وتعتبر دي الطريقه اللي انت عارفاها حاليا دلوقتي، صدقيني شويه شويه هتلاقي ايديكي اخدت على على حاجه زي كده، وهتلاقي بتعملي يعني بكميات ما شاء الله، وبتعملي يعني هتنصدمي من نفسك صراحه. في جزارين بيبيعوا الممبار متنضف جاهز، بس تقريبا فرق 20 30 جنيه. طب وانا لا، انا الممبار انا اعمله في البيت ما خدش مني اي حاجه خالص. كيلو ممبار ما خدش 5 دقايق، ما خدش 5 دقايق. هتعملي 10 كيلو ممبار في نص ساعه. صدقيني غطا الازاز ده مش يعني هيوفر عليكي جامد، هيوفر عليكي مجهود. انت بس عندك معلقه، عندك مقوره، عندك سكينه، هتحطيها على النار كده، ترفعها كده على النار تسخن خالص، وتقومي بقى مقوره بيها الغطا الازازه، غطا ازازه الميه، غطا ازازه الحاجه الساعه. طبعا بيتنا كلها مالنا ما شاء الله غطيان. هننضف بقى الرخامه بتاعتنا ونبدا على النظافه. برضو انا عشان خاطر يعني انا مصوصه شويه كده، برضو قلت اعمل بسكينه شويه برضو،
هي خلاص بصوا ما طلعتش حاجه على فكره، يعني هتبصوا لحد الاخر الفيديو كده تلاقي ما طلعتش حاجه. بس الواحد لازم يبقى نضيف في حاجته لحد الاخر، يعني لحد يعني بصوا ما يسيبش حاجه تنتوفه كده. الواحد يحب ياكل حاجه ده ومستريح نفسيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كده يعتبر خلاص الممبار بتاعنا كده تنظيفه خلص، وقلت لكم الطريقه يعني يعتبر قلت لكم 3 طرق تنظيف للممبار، وطريقتين 3 برضو قلب الممبار. ارجع افكركم تاني، نقلب الممبرايه. عندك على صيد شيش طاووق، عندك المعوره، عندك المعلقه، بتاخد الطرف بتاعها وتقومي قلبها كده على المعلقه، وبعدها تقومي بقى شادة بقى الحبل بتاع الممبار كله. انا النهارده عملت بالمقوره، خدت طرف الممبرايه كده على طرف المقوره كده، ودخلت بقيت ادخل قلب الممبرايه جواها بقى كده منها فيها بقى كده. دي طريقه انا بستريح جدا صراحه يعني. تمام. وممكن تقطعي كده صغيره على حجم اللي انت هتحشيه، وتعملي بقى تقلبيها وتنضفيها. انا حابه بس اللي حابه داخل الفيديو دلوقتي اشرح له القصه دي، او ممكن تدخلي بقى من الفيديو من اوله وتتفرجي. مش هسيب حاجه خالص، هنضفها تاني. ده تعتبر الفيديو بتاعنا كده خلاص انتهى. بالنسبه بقى عشان انا طريقه التسويه، احنا بكتير قوي بنحط ملح جوه الميه، بنغلي الميه ونحط ملح وننزل من لا، ما تحطش الملح بيفرغ الممبرايه، بيخلي الممبرايه يعني بتفرقع كده وبتفرغ. ما تحطيش الملح ده خالص. انت الميه اول ما تغليها يعني حطي فنجان ميه ساقعه من الحنفيه عشان تهدي الميه شويه، يعني ما تخليهاش مغليه. اغلي الميه وكل حاجه زي سلقه المكرونه كده. بس بعد ما قبل ما احط الممبار هحط فنجان شاي كده او نص كوبايه شاي ميه من الحنفيه، اخلي الميه تكسر الغليان شويه سنه يعني. وامسك الممباريه بقى عشان برضو حاجه من العوامل المهمه او اللي تخلي الممباريه ما تفرغش منك، ما تحشيهاش او ما تفرحيش ان الممباريه بقى انت تمليها رز عشان تعملي اكبر كميه من الممبار. لا، انت هتغسلي الممبار خالص يعني. مش يعني عشان تكسبي مثلا عدد، هتلاقي نفسك لا انت خسرت الممبار اصلا. يعني عندك اللي انا بحكي لك ده كله عن تجربه، يعني عن خبرات والحمد لله. فانت بتحشي الممبرايه، بتحشيها تسيبيها كده يعني سمكها رقيق جدا. ما بتحشيهاش لحد ما تلاقيها اتنفخت كده قدامك. لا، اولا ما تنسيش ان الرز يعني هيزيد جوه الممبرايه، وحجم الممبرايه يعني سمكها 2 3 سنتي 5 سنتي. الرز لما يزيد اكتر من حجم الممبرايه فطبعا لازم يعني هتفرغ بقى يعني هتتفجر من جنبها زي ما بيقولوا. فانت بتعملي رز يعني ممبرايه لو هتاخد 20 30 جرام رز، لا قليل شويه. خليها كده مبططه كده وانت بتحشيها الرز كده، بططيها كده على الرخامه عندك واعرفي كده ان ده المقدار بتاعها. خليها كأنها كده زي ما هي شكل سمكها كده وسط ماشي، ما تملاهاش. اعملي حساب ان الرز هيزيد جوه الممبرايه. تمام. يبقى عامل مهم ان انت ما تحشيش الممبرايه رز لحد ما تمليها على الاخر وتنفوها خالص وهي لسه الرز ني. لا، خلي المبارية تاخد راحتها في التسوية، ياخد الرز راحته في التسوية ويدي الحجم الطبيعي يعني. دي حاجة بقى. احنا مش هنحط ملح، هنحط رز برضو مش كمية كبيرة. مش هتقعد حاجة دوبك يعني تقريبا ربع ساعة بالظبط، 20 دقيقة كده. وهتطلعي الممبار بتاعك وتصفيه في المصفى، وبعدين تحمريه بقى في الزيت في سمنه، ودي احلى ممبار تاكليه. انا برضو ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو بتسويه الممبار عملي بقى ازاي نحشيه مع بعض وازاي نسويه. قطعته بقى كله قطع صغيره على حد. انا بحب الممبار اقطعها، بحب الممبار صغنطوطه صراحه قد الصابع كده يعني. ما بحبش الممبار اللي احس فيه ممبار كبيره كده اللي هي عامله زي شكل 5 كده. لا، بحب المباراة اللي عامله شكل الهلال دي اللي هي صغيره كده حلوه. ليه بقى؟ عشان لما باجي احمرها التحمير بتبقى كده مقرمشه كده وحلوه ببقك كده في راحه يعني. الغسيل بتاع الممبار نسيت معلش اقول لكم بقى ازاي نغسل يعني هنعمل الغسله بتاعه الممبار بتاعنا. احنا اول ما بجيب الممبار صراحه نقعته في ميه، شطفته كتير كتير جدا صراحه. وحطيته في ميه بملح كمان. فاحنا بقى غسلناه وشلنا الزفاره منه وظبطناه وكل حاجه. نرجع بقى نحط بقى ملح وميه وملح وليمون وميه. تمام. انا حاطه الطماطميه عندكم اهو، ملح وليمون اهو. هنحط طماطم ونحط ملح ونحط ليمون. تمام.
انا بوريكم ازاي ايه نقلبه على وشه بقى، اللي هو بصوا ما فيهوش دهن. عايزه اقول لكم نسبه الدهن فيه ما فيش 20% دهن، بسيطه جدا جدا جدا. ما تجيبيش المباراه اللي فيها دهن كتير عشان بتوزن معاكي. هات المباراه اللي بتبص كده في قلبها تلاقي دهنه ضعيفه، لان المباراه اللي فيها دهن كتير الدهن ده كله في الميه المغليه بيسيح وبينزل وبقى شوربه. وطبعا في ناس ما بتشربش شوربه الممبار، فده كله بيعمل حجم على الفاضي ووزن على الفاضي. تمام. عصرنا ليمون، عملنا طماطمايه، شويه ملح والميه. بص انا هسيب الممبار كده 3 4 ساعات، انا مش هعمله النهارده اصلا، انا كده جايباه يعني في التلاجة. تمام. سيبيه على قد ما تقدري يعني. بلاش تجيبي الحاجه يعني وقتك يبقى ضيق، لا هاتي الحاجه كده سيبيها براحتها على الاخر. الفيديو بتاعنا كده خلص، يا رب يكون عجبكم باذن الله، وكنت ضيفه خفيفه عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.